السلام عليكم يا جماعة. أنا شايف إن نغمة كده في الإعلام المصري وجمهور الأهلي والإعلام بتاع جمهور الأهلي والناس بقى اللي حابة النادي الأهلي يصعد بتتكلم في نقطة، بتقول لك إيه؟ بتقول لك بالميراث يغلب إنتر ميامي والنادي الأهلي يغلب بورتو والأهلي يصعد. تمام؟ أدا حاجة. بيقول لك إن النادي الأهلي لازم يعمل أداء مشرف وأداء، كل ده كلام حلو أوي، كلام جميل. قال لك إنتر ميامي لو تعادل مع بالميراث إنتر ميامي الاثنين الفرقتين يصعدوا. ما تيجي بقى لما نتكلم في حاجه جديده خالص محدش يتكلم فيها. انت عندك بورتو امام انتر ميامي عمل ماتش جامد قوي. الراجل كان مستحوذ، الراجل كان بيروح على الجون بسهوله. فبورتو فرقه كويسه، فرقه بتلعب جيم مفتوح. اللي محدش يتكلم عليه بقى ان بورتو طمعان في الصعود اكتر من الاهلي واكتر من بالميراث واكتر من انتر ميامي. نيجي بقى نتكلم الناس اللي بتقول لك بالميراث هيكسب انتر ميامي عشان بالميراث جاهز. تعالى بقى هنتكلم في كام نقطة على السريع كده. أولاً بورتو لو كسب النادي الأهلي 2-0 وبالميراث خسر من انتر ميامي 2-0، بورتو صعد. تمام؟ لو كسب الأهلي 3 أو انتر ميامي كسب 1-0 صعد. بورتو صعد. فبورتو برضو ليها دور كبير قوي في الصعود. نيجي نتكلم بقى على ماتش انتر ميامي وبالميراث. انت شايف، الناس كلها شايفة ان بالميراث يا اما هيكسب يا اما هيتعادل. يا جماعه النادي الاهلي كان بيلاعب انتر ميامي لسه داخل على البطوله. اللعيبه كانت بتلعب في الدوري الامريكي رتم هادي، رتم قليل، رتم واطي زي ما تسميها. فلما لعب الاهلي اللعيبه بدات رتمها يعلى. لما لعب بورتو اللعيبه بدات رتمها يعلى. يعني لو هنتكلم في المجموعه على اقوى عناصر، مش بنتكلم على الجاهزيه عشان الناس ما تفهمش غلط، على اقوى عناصر هيبقى نادي انتر ميامي. انت بتتكلم على ميسي، على بوسكيتس، على سواريز، على لعيبه جامده قوي. ما حدش يقول اللعيبه دي مشطبه او اللعيبه دي مبطله. انت لما بتجيب لعيب مشطب او لعيب مبطل وبيلعب في رتم واطي وتيجي تلعبه ماتشين رتم عالي فاللعيب بيجهز. فانت لما تيجي تبص تلاقي سواريز بقى جاهز بدنيا وميسي وبوسكيتس واللعيبه دي بقت جاهزه بدنيا في الماتشين اللي لعبوهم، بالتاكيد هيجوا يلعبوا ماتش بالميراث هيبقوا اللعيبه في رتم عالي. زائد ان اللعيبه دي مهاره وتكتيك وتشكيل وكل حاجه في اللعيبه ديت لعيبه عاليه جدا ما حدش يقدر يختلف عليها. فما بالك بقى لما اللعيبه دي جهزت بدنيا في الماتشين دول هيلعبوا بالميراث. انا اتوقع ان انتر ميامي هيكسب بالميراث وبورتو هيكسب الاهلي والاثنين هيصعدوا. انتر ميامي وبورتو الفرقتين هيصعدوا. والفرقه اصلا كانت بتلعب برتم بطيء طول الدوري وتيجي تاخد ماتشين جامدين زي ماتش الاهلي وزي ماتش بورتو، واللعيبه خلاص بقت في ليفل اعلى وفي مستوى اعلى وفي بدني اعلى، اكيد هتعمل ماتش ضد بالميراث ماتش جامد قوي. وبيني وبينكم الماتش وبعد الماتش نتكلم. سلام.